بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا بنات، انا دلوقتي هعمل معاكم قرنبيط. حطيت حله على البوتاجاز، نصها ميه سخنه زي ما انتم شايفين. هنزل في الحله بمعلقه ملح زي ما انتم شايفين كده، ومعلقه سكر، وشويه كمون. ويا ريت كمون يكون حصى، بس انا ما عنديش كمون حصى. في ناس بقى بتنزل بتحط عليهم بتحط حاجة تاني، اضافات تانية. انا ما بحطش غير معلقة سكر، معلقة ملح، معلقة كمون. هتبتدي بقى ان هي تغلي، هسقط القرنبيط. تعالوا بقى نشوف هنعمل القرنبيط ازاي عبال ما المية دي تغلي. بصوا يا بنات، احنا كده جينا عند القرنبيط اهو. القرنبيطة في ايديا، هقطعها في صوص. هقطعها زي كده في صوص، وبعد ما اقطعها في صوص عشان خاطر تستوي بسرعة، هروح شقة العرق بتاعها ده 4/4 زي ما انتوا شايفين كده، وهركنها. هقطع في صوص واركن كده، واقطع العرق 4/4 زي ما انتوا شايفين كده، واركن صوص، واقطع العرق 4/4 واركن. شايفين؟ بقطعه 4/4 واركنها لغايه ما الميه تغلي. شويه اقطعها برضو 4/4 واركن 4/4 واركن عشان خاطر تستوي بسرعه. وبعد كده بقى الميه غليت معايا، هبتدي اسقطها. تعالوا معايا كده. خلاص زي ما انتوا شايفين الميه غليت معايا، فانا هبتدي انزل بالقرنبيطه زي ما انتوا شايفين. اول ما الميه تغلي على القرنبيطه، يعني انا حطيت القرنبيطه دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين. اول بقى ما الميه تبتدي تغلي عليها، بعدها ب8 10 دقايق هبتدي اطلع القرنبيط في مصفى. يعني انا هسيبها دلوقتي لغايه ما الميه تبتدي تغلي عليها. اول ما الميه تغلي على القرنبيطه، اعد بعدها من 8 دقايق ل10 دقايق، وابتدي اطلع القرنبيطه عشان خاطر ما تتهريش. وهرجع لكم تاني بعد ما القرنبيطه تتسلق. بصوا يا بنات، زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا هبتدي احضر معاكم خلطه القرنبيط. ايه هي خلطه القرنبيط؟ اول حاجه معايا 4 معالق دقيق، 4 معالق دقيق كبار. هبتدي احطهم في الكبه وانتوا شايفين كده. وبعد كده معايا معلقه نشا، معلقه نشا برضو كبيره، يبقى 5 معالق دقيق ومعلقه نشا كبيره. تمام كده. وبعد كده معايا 3 قطيات. هما القطه دي مش كبيره قوي، فعشان كده 3 قطيات، لكن هما قطيتين بس. ومعايا قرن فلفل اخضر حار، عايزه تحطي نصه، عايزه تحطيه كله براحتك، فانا هحط 3/4. ومعايا 4 بيضات زي ما انتوا شايفين كده.
ومعايا معلقه توم كبيره، ومعايا معلقه فلفل احمر. هنيجي بقى للتوابل بتاعتنا. ايه هي التوابل؟ التوابل معايا معلقه كمون، معايا معلقه فلفل اسود، معايا فص ماجي، معايا معلقه ملح، معايا معلقه بابريكا، معايا معلقه بهارات، معايا معلقه بيكنج باودر، ومعايا معلقه معلش الكلام كله داخل في بعضه، الكركم، ومعايا معلقه كركم. خلاص كده، ومعلقه فلفل اسود. هبتدي برضه ادلقهم مع بعض. معلش يا بنات انا لسه جديده على القناه زي ما انتوا عارفين، فانا مش واخده يعني على ان انا اتكلم وكده، فبتلخبط في الكلام، فاعذروني من غير تريقه بالله عليكم. خلاص كده انا كده حطيت كل المكونات في الكبه، هبتدي اخلطها وارجع اوريكم شكلها يبقى عامل ازاي. بصوا يا بنات انا نسيت اقول لكم ان انا لازم احط كوبايه ميه، وانتي والسمك بتاعك عايزه تقيل عايزه خفيف براحتك. انا دلوقتي حطيت كوبايه ميه وهشوف هتوديني لغايه فين. تمام، هضرب بالكبه وارجع لكم. انا كده خلاص جهزت الخلطه. انا كمان عايزه اقول لكم ان هي طلعت مني خفيفه شويه بكوبايه الميه، فحطيت لها معلقه دقيق وانا بضربها. وكده هنزل، انا بحب السمك ده للخلطه. شايفين السمك؟ شايفين اللون؟ عايزه اقول لكم البابريكا ماشي يا لولا. البابريكا مع الكركم بيعززوا اللون قوي، هتشوفوها في القليه عامله ازاي. وكده اكون خلصت الخلطه. كده انا خلصت الخلطه بتاعه القليه اللي انا هقلي فيها، هحط فيها القرنبيط وانا هبقى معاكم هرجع لكم تاني. خلاص كده يا بنات انا هطلع القرنبيط، هطفي عليه واطلعه واحطه في المصفى دي زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى خلاص كده اطلعه. عايزه اقول لكم السوا بتاعه كده في منتهى الجمال، هوريه لكم دلوقتي. شايفين السوا؟ ولا اتهرت مني ولا في نفس الوقت نيه. ابتدي بقى اطلعها كلها كده في المصفى. انا بحط في الميه الكمون عشان خاطر الانتفاخات زي ما انتوا عارفين. خلاص كده خلاص كده انا كده طلعتها كلها من الميه، هسيبها تتصفى. وحضرت معاكم الخلطه، وهحضر معاكم حزمتين بقدونس عشان ارشهم على الوش. بصوا يا بنات انا كده خلاص خلصت، اخش على القليه. بس دي خلطه القرنبيط اللي انا عملتها معاكم، وخرجت بقدونس عشان احطه من على الوش واجرمش بيه. انا عايزه اقول لكم ان فايده البقدونس دي حلوه قوي 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 لامتصاص الدهون والخساسان. انتوا المعروف كمان ان احنا لما بنشتري كفته ولا كباب بيحطوا بقدونس تحت الكفته والكباب عشان تمتص الدهون. البقدونس يا جماعه بيمتص الدهون بطريقه عاليه جدا. فانا قطعت شويه كتير، انتوا هتقولوا لي كتير ليه، انا قطعت شويه كتير عشان بحبه. وسلقت القرنبيط معاكم انتوا شفتوه. ومادام في قرنبيط يبقى في بطاطس مسلوقه طرنشات بالخلطه، سلقتها اهي زي ما انتوا شايفين وقطعتها. ومادام في قرنبيط وبطاطس يبقى في طبق سلطه بلدي لسه ما عملتوش، هعمله. بس دلوقتي هنعمل السلطه البلدي وارجع لكم نقلي. بصوا يا بنات زي ما انتوا شايفين انا عملت طبق السلطه البلدي اهو. تمام كده، قوطه وخيار وبقدونس وجزر. هقول لكم على التتبيله بتاعت السلطه بتاعتي ايه. انا حطيت نص معلقه ثوم، على معلقه كزبره صغيره، على معلقه
الملح ابو كمون اللي انا قلت لكم عليه في الحلقات الاولى، على شويه خل، على نص معلقه سمان. تمام كده. انا كده خلاص يا جماعه هقلي القرنبيط معاكم اهو. حطيت الزيت على النار وحطيت صينيه حطيت فيها مناديل، وهبتدي انزل في الخلطه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابتدي انزل في الزيت كده. زي ما انتم شايفين كده هتتحمر. هقلبها على الوش التاني واطلعها على المناديل وارجع اوريها لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين انا كده خلصت القرنبيط معاكم كله، قليته وقليت البطاطس برضو زي ما انتم شايفين اهي. ودلوقتي هرش القرنبيط بقى بالبقدونس اللي انا خرجته معاكم. ده كده يبقى طبق القرنبيط. طبق القرنبيط كده خلص. هنيجي طبعا لطبق السلطه بقى. نجيب معلقه نعصر الليمونه، ونفضي التتبيله اللي انا عاملاها اللي انا قلت لكم عليها. نص معلقه ثوم، شويه سماق، شويه كزبره، ملح بكمون، معلقه سكر صغيره. نحط شويه ميه ونقلبها. كده خلاص خلصت السلطه وخلصت القرنبيط معاكم. ده هيبقى الشكل النهائي لطبق القرنبيط زي ما انتم شايفينه بالبطاطس. ودي السلطه البلدي برضو اللي احنا عملناها معاكم بالتتبيله بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انا وانا بجيب طبق اعمل فيه السلطه وقع مني البوله دي اتكسرت في 60 داهيه. فداكم عايزاكم توحدوا الله وتصلوا على النبي، ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله عليه العظيم. وعايزاكم تدعموني وتعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه. انا مش هكبر الا بيكم، كل مره اقول لكم الكلمه دي.